تعظيم سلام. تعظيم سلام راجل الشرطة الهمام. تعظيم سلام راجل الشرطة الهمام، من قلوبنا بالمحبة ومش كلام. للمباحث والقيادة والوزير صاحب الريادة، وامتنان الكل ضابط بالعزيمة لدور تصدى، ضد فكر سفيه ملابط أو شيطان عن ناس تعدى. واحترمنا للمجند والغفير في التيقظ والتأهب والنفير، للعميد مأمور ملازم واللواء وعقيد ولازم، شكر ليهم والتحية بالهتاف. للنجوم فوق الكتاف، تسلم الأسرة اللي ربت، تسلم البطن اللي جابت، مهما موجة أزمة هبت في كل لحظة بيبقى ثابت. ابن مصر الله يصونه، للوطن يحمي في حصونه، يا مطبق في الورادي للتسلم واستلام. ربنا يحفظ يعين كل رائد أو مقدم أو معاون أو أمين، قسم نقطة أو في مركز أو كمين، في القطاع أو في الإدارة، والرقيب بالكفاءة وبالجدارة، والنقيب كل مندوب كل فرد حر برد، حارس الخدمة وتمام. تعظيم سلام للي يجري كالمسارع لجل يطفي بيت حريق، اللي واقف جوه شارع يمنع الزحمة في طريق، واللي تندهله بيجيلك وانت في الأزمة وفي ضيق. لولا شرطة الديب ينتش، في اللي يدوس في الغابة نملة، لجل تأمن نبي يفتش، واللي بينفذ بحملة، والتحري بكل دقة لجل توضيح الأدلة. لولا شرطة هتبقى فوضى، والضعيف هيعيش بذلة. من بيسهر ليل نهار، مين بيسهر ليل نهار لجل أمنك يستتب، يحمي منشأ يحمي دار، ينهي فتنة بتار تدب. انحرم ياخد إجازته في كل عيد، روحه شلها فك كفوفه، أي لحظة يكون شهيد لجل عنا ناس تنام. 1100 تعظيم سلام اللي يحمك من مبلطج أو فتوة، اللي حامي بلادنا جوه، جيش وشرطة وشعب واحد، التماسك زادنا جوه. وفي الصدارة وفي الأمام راجل الشرطة الهمام، أي تهديد جاه مهمه، لجل مصر فداها دمه، بالشجاعة يعيش مخاطر، لجل مصر بطيب وخاطر، اللي أقسم 100 يمين بالصمود وبانتباه، للوطن يرفع جبينه وهم رافعين الجباه. اللي مات للي ماتوا هو عنا كان يدافع، واللي شايفينه بعنه من حياته وعمره دافع، بين شكاوي والإشارة والمحاضر، والبلاغ بيقول له حاضر. عمره ما جه يوم وكل ولا قصر ولا مل، عمره عزمه في يوم ما قل، وروح تفانت في المهام. تعظيم سلام للي مانع ناس تهرب، كان مخدر أو أثار، قاطع ايد إرهاب تخرب، أو خبيث يشعل شرار، حصن لينا ضد مجرم أو لصوص تهوى الظلام. تعظيم سلام لراجل الشرطة الهمام، 1100 تعظيم سلام. تعظيم سلام لرجل الشرطة الهمام، 1100 تعظيم سلام. متابعي ومشاهدي موقع مصراوي في كل مكان، معكم عبر هذا البث المباشر الجديد من محافظة سوهاج، وتحديدا ضيفنا في البث الأستاذ راضي علي الطهطاوي، شاعر العامية والفصحى بمحافظة سوهاج. خلونا أكتر نتعرف على ضيفنا العزيز الأستاذ راضي. شكرا يا أستاذ عمار، وشكرا لكل السادة المشاهدين ولموقع حضرتك الجميل. كل عام وحضراتكم بخير. الشاعر راضي علي الطهطاوي، عضو اتحاد كتاب مصر، أعمل معلم أول ألف لغة إنجليزية بمدرسة اللغات المتميزة بإدارة طحطة التعليمية، محاضر مركزي بالهيئة العامة لقصور الثقافة. لدي 29 ديوان، والديوان رقم 30 هيوصل لي خلال أسبوع، تم طباعته، اسمه جبر الخواطر. عندي أكثر من 1000 قصيدة ما بين الفصحى والغنائي وفن الواو والحلمنتيشي والعامي.
شاعر لي أغاني كتيرة معتمدة بالإذاعة والتلفزيون المصرية، وده شرف كبير لي. أنا سعيد جدا أكون مع حضراتكم النهاردة في مناسبة سعيدة علينا كلنا، وهي مناسبة حماة الوطن، أعياد حماة الوطن، عيد الشرطة المصرية رقم 71. حفظ الله شرطة مصر، وحفظ الله مصر، وكل عام وحضراتكم بخير. استاذ راضي، يعني لو نسمع حضرتك تاني، احنا النهارده مستضيفين حضرتك في بث مباشر لموقع مصراوي، عايزين نسمع حضرتك اكتر والمزيد من القصائد اللي انت مؤلفها لحماة الوطن ضباط الشرطة بمناسبة عيد 71. حضرتك عندنا قصيدة بتتكلم عن حاجة في حب الوطن اسمها أحمد ومينا. انت أحمد ولا مينا هي تفرق عند ايه؟ كلنا راكبين سفينة وحلمنا باصين عليه، لما واحد يبكي فينا كلنا بنمسح عينيه. انت أحمد ولا مينا هي تفرق عند ايه؟ مش بيفرق عند رسمك ولا شكلك اي لون، مش بيفرق عند اسمك ولا دينك ايه يكون. انت أحمد ولا مينا هي تفرق عند ايه؟ كلنا من جنس آدم، أصلنا صلصال وطين. انت مصري زي زيك نبقى ليه متفرجين. انت أحمد ولا مينا هي تفرق عند ايه؟ كنت غربي أو جنوبي أو صعيدي سيناوي نوبي، خير بلدنا دي علينا ونفس توبك هو توبي. انت أحمد ولا مينا هي تفرق عند ايه؟ ليه بننسى الإنسانية؟ أب آدم حواء أم، لما تصفى الروح ونية قلب يحضن ايد تضم. انت أحمد ولا مينا هي تفرق عند ايه؟ قلبك انت يكون عليا وقلبي ليك مليان عمار، بين ايديك وبين ايديا تطلع الشمس بنهار. انت أحمد ولا مينا هي تفرق عند ايه؟ اسألوا نقش الزمان واللي ناس يفكروه، ده الوطن حضن الأمان، ليه يا ناس بتعكروه؟ ليه يا ناس بتعكروه؟ انت أحمد ولا مينا هي تفرق عند ايه؟ هي تفرق عند ايه؟ استاذ راضي، عايزين نسمع قصيدة تانية بمناسبة أعياد الشرطة غير القصيدة اللي احنا استمعنا إليها. مع حضرتك ثواني بس هستدعي القصيدة. متابعي ومشاهدي موقع مصراوي في كل مكان، النهاردة الذكرى 71 لعيد الشرطة كل سنة، ورجال الشرطة الأوفياء بخير وصحة وسعادة. معانا دلوقتي الأستاذ راضي علي الطهطاوي سمعنا قصيدة أخرى لرجال الشرطة بمناسبة عيد. كل عام وكل رجال الشرطة المصرية بخير وكل الوطن بخير. أهو حضرتك يا أستاذ عمار، رجال الشرطة بيأمنونا أهو في هذا اليوم السعيد، وكانوا بيفرجوا ورد على الناس، أهو منظر جميل. كل عام وحضراتكم بخير. حماة الوطن، جئنا هنا بتشكر نعطي التحية والوسام لرجال أمن تفتدي وطنا بروح لا كلام، درع البلاد وحصنها يرعى البريء من اللئام، هذا ينظم سيرنا لمرورنا منع الزحام. إن لاح طيف جريمة تمت بمكر في عتام، تلقى المباحث فورها كشفوا الأدلة بالتمام، رفضوا الرشا بنزاهة ضبطوا الجناة إلى احتكام، ورجال إطفاء أتت كي تنقذ البيت الفحام، حين استغاث بلهفة هرعوا لغوث في الأمام، والثأر إن وقعت هنا نشروا التصالح والوئام، كم من شهيد قد قضى نحبا وما قبل انهزام، والعين ساهرة لنا تحمي وتحرس في الظلام، بالبرد تقضي ليلها وبدفئنا سكنا ننام، أسد تناوب بعضها تقضي المواجب والمهام، رمز الشهامة والوفا حملوا عن الوطن الألام، طوبى لمن أهدى لنا، طوبى لمن أهدى لنا أمنا بحزم والتزام، إن ضاع أمن بيننا كيف المعيشة بانسجام، إن عمت الفوضى هنا تبقى السعادة في انعدام، نجد الفتوة باطشا والذئب يفترس التهام، فالأمن بدء حياتنا نحيا إذا ما الأمن دام، نشان حب للذي صان العهود مع الزمام، فتحية من قلبنا يا أيها البطل الهمام،
يرعاك رب حافظ ما دمت تحرس في الأنام. يرعاك رب حافظ ما دمت تحرس في الأنام. يرعاك رب حافظ ما دمت تحرث في الأنام. متابعي ومشاهدي موقع مصراوي في كل مكان، رصدنا لكم في بثنا المباشر من محافظة سوهاج جانب من قصائد شعر العامية للشاعر راضي علي الضهضاوي ابن مدينة ضهضة شمال محافظة سوهاج بمناسبة أعياد الشرطة كل سنة ورجال الشرطة الأوفياء بخير وصحة وسعادة. متابعي ومشاهدي موقع مصراوي، نشكركم على حسن المتابعة وطيب المشاهدة. كنت معاكم من محافظة سوهاج عمار عبد الواحد.